مرحبا بكم مجددا من قلب استديوهات التحليلية للمرآة تي في 24 عبر أثير يوتيوب. ارتأينا من خلال العد العكسي للمباريات التي أجراها المنتخب الوطني بعقر داره ولا سيما بكل مدة البيضاء وأكادير على أن نعود مجددا وأن نحيي معكم صورة للكرة المستديرة بالمملكة المغربية، ولا سيما نعيش انتقادات كثيرة جدا وكبيرة على شبكة العنكبوت نظرا للمسار الآفاق المستقبلية للمنتخب المغربي. كنا معكم خلال كأس إفريقيا الأخير بكوت ديفوار، وكنا نعرف خسارة المنتخب المغربي وخروجه المبكر لعدة عوامل وعدة أسباب وأصبحت تطفو على السطح. لكن في ظل الإكراهات وفي ظل بقاء وليد الركراكي على قائمة تسيير المنتخب الوطني المغربي، نناقش بجدية وبموضوعية الفريق الوطني المغربي الحالي الذي استقطب عدة لاعبين جدد على رأسهم كل دياز إبراهيم نجم ريال مدريد، وكذلك عودة رحيمي بعد الانتقادات التي وجهت لوليد الركراكي، كما حصل مع اللاعب الذي كان يمارس بالسعودية وهو رأس حربة. يعني عودة هاد اللاعبين المتمرسين في الكؤوس الأوروبية يعني وتغييرات جذرية للناخب الوطني المغربي، وبأكثر ترسانة من الماضي. يعني المنتخب الوطني المغربي له ترسانة من اللاعبين التي تمارس في الديار الأوروبية بطرق مختلفة بتشكيلات مختلفة. ما يهمنا هو مصير المنتخب الوطني في ظل أنه الآن أصبح سينظم كؤوس إفريقيا على صعيد المملكة المغربية، ومنها كأس إفريقيا 2025، موندياليتو 2028، وكذلك كأس العالم 2030، ولا ننسى الكأس النسوية لكأس العالم. نحن محاطين بسياج من المتبعين والنقاد للكرة العالمية والإفريقية والعربية. المنتخب الوطني المغربي أصبح له صيت وإشعاع كبير على المستوى العالمي، لا في الفرق التي تعد العدة للمنتخب الوطني المغربي وتعطيه الترسانة للاعبين، ولا على صعيد الطاقم التقني والأطر للتدريب، يعني كما حصل مع عموتة وآخرون. المنتخب المغربي رغم هذه الكفاءات على صعيد التأطير التقني والبدني، على صعيد جاهزية اللاعب بالدول الأوروبية، أين هو الخلل؟ نحن الآن جئنا لنناقش مشكل منتخب كبير ومنتخب عريض له من الكفاءات ما يحرز على كأس العالم، ليس كأس إفريقيا. لكن هذه النقط الإضافية كيف يمكن هي سبب المشكل الذي سنناقشه الآن، وبتحليل سيكون جد دقيق ومنطقي. هذا راجع إلى أن المرآة المغربية لها أطر وكفاءات تحليلية لماضي الكرة المغربية. يجب أن نعلم علم اليقين بأن الكرة العالمية حاليا
على الصعيد العالمية هي محاطة بلاعبين أفارقة. عندما أقول لاعبين أفارقة، هناك الذين ينتمون إلى شمال إفريقيا وإلى الصحراء، يعني جنوب الصحراء الإفريقي، يعني كمثال السنغال والأفارقة السود. لكن شمال إفريقيا لها كذلك ترسانة من اللاعبين التي تمارس بالكرة الأوروبية. هذا الخليط المتجانس أصبح له دراية بالكرة على الصعيد العالمي والعربي والإفريقي. النقطة الإضافية لأي منتخب من المنتخبات الإفريقية هو من سيدير هذه الترسانة من اللاعبين وهذه التشكيلة للذهاب بها بعيدا. درس كروي تعلمناه من مقابلة المغرب وجنوب إفريقيا. المنتخب المغربي يحوي على لاعبين ممرسين بالكرة العالمية، ولعبوا مع فريق لن يمارس في الكرة الأوروبية، بل هو فريق من جنوب إفريقيا، ولعبوا ضد ترسانة لها مفاهيم كروية عميقة ومدارس كروية، وخرجنا بخاوي الوفاض وإقصاء مبكر للمنتخب الوطني المغربي. يعني ليس المفهوم الكروي في ترسانة من اللاعبين وعدم توظيفهم بالشكل المميز، بل هو في إطار محنك، إطار له تجربة كبيرة، إطار مخضرم مع الكرة المحلية والكرة الإفريقية والكرة العالمية، إطار يجب أن يتخلى عن أنانيته الكبيرة وأن يعد استقلاليته الذهنية والفكرية من أجل مصلحة قميص وطني. عندما أقول هذه الأشياء يعني هذه هي المعطيات التي يجب أن نضمن فريق وطني كبير من أجل أن ننتزع كأس إفريقيا أو عالمية. نحن الآن سنناقش ما دمنا مقبلين على كأس إفريقيا بالمملكة المغربية، ولا سيما محاطين بإعلام إفريقي، إعلام عربي وإعلام دولي. كيف يمكن لمنتخب كبير له ترسانة من اللاعبين أن يمارس مقابلتين وديتين والخروج بتعادل؟ حتى مقابلة أنغولا يجب أن نقول بأن خرجنا بالمقابلة بتعادل لولا الضغط الذي مارسه رحيمي على المدافع وكانت ضد المرمى. يعني هنا بيت القصيد. أنا أنوه بأن المنتخب الوطني المغربي حاليا، أنا لا أقول استقالة الركراكي في هذه الظروف، ولا أقول بأنه أنا أفهم أكثر من الجامعة الكرة المغربية، لكن هذه آراء إعلامي مارس كرة القدم، إعلامي له دراية بالكرة العربية والإفريقية والعالمية. أقول بأن المنتخب الوطني المغربي لن يذهب بعيدا بإطار واحد اللي هو الركراكي. إن الركراكي له مميزات يجب إضافة، يعني عندما أقول الركراكي هو مدرب شاب يانع له عدة أشياء على مستوى التدريب: استقطاب اللاعبين، خلق الازدواجية والثنائية بين اللاعبين، خلق الانسجام ما بين اللاعبين، خلق عدة أشياء. لكن عندما أقول في التهيئ الاستراتيجي للمقابلات، دراسته لن تكون موفقة على الصعيد الإفريقي. يجب أن نكون في تحليلنا منطقيين، لا نظلم أي أحد. يعني المدرب الركراكي على المستوى العالمي بان على أنه مدرب له دراية كبرى وبتضافر مع اللاعبين وباختلاف الكرة العالمية على المستوى الإفريقي. نناقش على المستوى الإفريقي. المستوى الإفريقي له طعم خاص. عندما ذهب الزكي خلال نهائيات تونس
إلى أبعد الحدود، فكان محاط بمدربين آخرين بجانبه مثل النصيري رحمة الله. لما لا الركراكي أن يكون محاطا كذلك، ربما بعموتة، ربما بآخرين، ربما للتنوير، لأن هناك إشكالية. الإشكالية للمنتخب الوطني المغربي أنه يتوفر على حراسة المرمى جيدة، وعلى دفاع قوي، ووسط الميدان قوي، لكن في الخطوط الأمامية هناك عدم ترابط وإشكال كبير. هناك عدم تموضع لبعض اللاعبين الذين لا يمارسون في نفس الموضع، وكذلك أن نعطي الفرصة كمثال أقول بأن الظهير الأيسر أصبح دجاجة كبرى على مستوى الخطوط الأمامية. إذا ما ذهب بوفال سيأتي كما شاهدنا لاعب 13 الذي أتى مؤخرا لوصغري، أو لاعب. هناك 3 لاعبين أخماش كذلك على صعيد وسط الميدان، فأصبح لدينا وسط الميدان كبير. إذا ما ذهب آخرون هناك إبراهيم دياز، ثم هناك أوناحي. لكن على صعيد الخطوط الأمامية، على صعيد الظهير الأيمن، فنشاهد بأنه زياش حاليا أصبح في ظل عدم الثنائي والانسجام الآن يبحث هو كذلك عن طرق للانسجام مع كل من دياز وكذلك مع رحيمي، لأن هذه التشكيلة هي تشكيلة جديدة، وحنا مقبلين على إقصائيات للمرور إلى كأس العالم، بظل أننا نحن سنلعب كأس إفريقيا. هل وليد الركراكي خلال هذه اللحظات، وكما شاهدنا وعاينا خلال المقابلة الودية، مقابلة أنغولا ومقابلة موريتانيا، المنتخب الوطني المغربي رغم استقطاب لاعبين جدد وكفاءات عالية تبقى نقط الاستفهام بأن المنتخب الوطني المغربي ليس جاهز 100% حاليا لمقارعة كبار الفرق سواء الإفريقية أو الأوروبية. ماذا أقول؟ عسى أنا بدلي كمحلل يعني أحلل من البعد ليس من القرب ما يروج داخل هذه الترسانة وما يروج داخل كواليس المنتخب المغربي. هل أصبحت الكرة المغربية لها في ضغط كبير على وليد الركراكي؟ يعني وليد الركراكي هو المنتخب الوطني المغربي حاليا بانتقادات جميع المحللين على المستوى الإفريقي والأوروبي والمحلي، ونحن نعرف بأنه المنتخب المغربي والجمهور المغربي كافة يبحث عن النتائج، وفي ظل عدم النتائج يتصور تصورات وتكهنات أخرى تجعل في يؤس على أنه نحن قادرين في ظل هذه المعطيات التي عشناها من كأس العالم إلى كأس إفريقيا الأخيرة، وحاليا نبحث عن كأس إفريقيا جديدة وغمارها. في ظل هذه المعطيات لن مستقبلا نجد هذه المعطيات بتاتا، من ترسانة للاعبين، من استراتيجية كبرى للجامعة الوطنية المغربية، من على المستوى البشري ولا على المستوى المادي ولا يعني فرصة كبيرة. أصبحت لنا فرصة واحدة، هي في ظل أن نلعب في عقر دارنا وبهذا المستوى الذي لاحظنا ضد موريتانيا وكذلك ضد أنغولا. إذا كان هذه هي المعطيات، بدل أن نلعب بمنتخب وطني ذا نجومية كبيرة
وبترسانة بشرية كبيرة بأموال طائلة، يجب أن نستضيف منتخبات بفريق محلي كنهضة بركان. ممكن أن نفوز على موريتانيا وأن نفوز على أنغولا، ممكن أن نفوز على أنغولا ونفوز على موريتانيا في ظل نادي مغربي مثال نهضة بركان التي حاليا لها كامل جاهزية لمقارعة الأندية الإفريقية والكؤوس الإفريقية كما حصل مع جنوب إفريقيا. يعني وهل هذه الترسانة الكبيرة هي غياب للنتائج المستقبلية، ولا سيما أن يكون المنتخب المغربي جل عناصره هي عناصر محلية، لأنه ربما هذه نقطة إضافية، لأنه كما حصل مع مصر ومنتخبات أخرى على أنه هناك لعب بالنفس وتبليل القميص يعني أشياء إضافية للكرة المغربية. لكرة القدم تكون حافز ومعطيات إيجابية من أجل الظفر بكأس إفريقيا. لأن ماذا نريد من منتخب كبير كهذا أن نفتخر بنجوم كبار وبأداء كبير بدون النتائج؟ الكرة الحالية هي النتائج. يعني أقول لكم ما يروج في كواليس الكرة المغربية على الصعيد التركيبة البشرية، وعلى صعيد استقطابات اللاعبين، وعلى صعيد ما يحكي لنا وليد الركراكي من طبخة داخل المنتخب الوطني. يعني أنه لدينا فكرة أو لدينا رؤية كبيرة على المنتخب الوطني المغربي منذ مقارعة الكبار على كأس العالم والوصول إلى المربع الذهبي، ولكن على المستوى الإفريقي أنا ضد فكرة أنه هناك أشياء أخرى ومعطيات أخرى للمنتخب الوطني، لأنه منتخب بسيط على المستوى الإفريقي، منتخب بسيط رغم أنه باستطاعته أن يكون أقوى المنتخبات الإفريقية بجزئيات بسيطة وبتوظيف لاعبين بسيطين. يعني هنا أقول يجب إضافة أطر أخرى مع وليد الركراكي، أطر التي لها الرؤية الكبيرة على المستوى الإفريقي، وأن نوظف اللاعبين أحسن التوظيف، وأن لا نختلط الأوراق بالمراكز، لأن إذا ما وضعنا لاعب في النقط التي لن يمارس بها في لن يتعود عليها في كرة القدم في الأندية التي يمارسها أو داخل الوطن، يعني هذا ظلم للاعب كما حصل مع رحيمي ليس برأس حربة بل هو مدافع وسط متأخر. يعني وليد الركراكي يبحث عن رأس حربة بكل المعطيات، ونعلم بأنه المنتخب الوطني عدم توظيف لاعب واحد في المكان المناسب ستختلط الأوراق على المستوى الهجومي. لماذا لن تختلط الأوراق على المستوى حراسة المرمى، على المستوى الدفاعي ووسط الدفاع ووسط الميدان؟ لأن الكل يمارس في مكانه إلا بعض التغييرات البسيطة على مستوى الأجنحة. أنا أقول نقطتين للمنتخب الوطني أو 3 نقط. النقطة الأولى هي الظهير الأيسر. يعني ليس لدينا ما يعوض سايز حاليا، إلا ما سعينا على أنه هناك نيف أجراد وكذلك المرابط، لكن من يعوض سايز لا زال فارغ. كذلك جناح الأيمن ليس من اختصاص زياش ليس من اختصاص الظهير الأيمن، يعني أن نبحث على ظهير أيمن قار
كلنا نعرف رأس حربة، وهذا ما سنختتم به هذه الورقة التقنية للمنتخب الوطني المغربي في ظل هذه المتغيرات وفي ظل ما يحزنا في أنفسنا. ورمضان كريم، وشكرا من المنبر الإعلامي للمرآة المغربي. وإذا كنت قصرت في هذه التحليل المنطقي، هو كاين لأن اختلاف الآراء هي اختلاف جوهري، وأنتظر منكم أن تعطونني بعض النقط التي تخرجكم أنتم أيضا على مستوى خريطة المنتخب الوطني، لأنه في الحقيقة هذا ظلم للجمهور المغربي الذي يحج بكثرة إلى زيارة المنتخب الوطني المغربي. وفي ظل عدم النتائج نعيش الكوارث كما حصل مع خليل يوزيش. شكرا جزيلا من المرآة المغربية تيفي 24 عبر أثير يوتيوب. كان معكم هشام الخطري، وشكرا جزيلا.